ايوه. السلام عليكم. تعالى يا محمد. ازيك يا حماد؟ تعالى بالصحاب. عامل ايه؟ الحمد لله. مالك في ايه؟ مالي؟ انا اصلا عاتب عليك اصلا، ده انا بقول انت الاخ يا اخي والسند يا اخي. الاخ والسند شكله مزعلك جامد. طب خش يا صاحبي خش. انا جاي لك اهو، عرفني بقى انا غلطت في ايه. تعالى يا محمد. عامل ايه يا ابو الصحاب؟ الحمد لله. ايه يا عم تمام. في ايه خير يا عم؟ خضتني يا عم، داخل من الباب الدخله الوحشه ده واخدني وش يا اسطى. ايه يا عم الوش ده يا عم؟ مالك في يا عم ايه؟ ولا حاجه يا حماد. يعني ايه مفيش حاجه؟ انت شكلك زعلان. طب ما تحكي لي، ما يمكن ما يمكن اطلع مظلوم يا عم. ايه المشكله يعني؟ في ايه؟ تطلع مظلوم؟ اه. على فكره انت اصلا طلعت ولا جدع ولا في اصول وندل وكل العبر فيك. ليه كده يا صاحبي؟ ليه الشتيمه دي كلها؟ طب شتيمه واحده كفايه؟ طب ده كله يا صاحبي؟ هو انا كده مره واحده بقيت في نظرك ولا حاجه ماليش لازمه يا اخي؟ سبحان الله يا عم، تكرم عشان خاطر العيش والملح. برضه يا صاحبي انت عمال تشتم وانا لسه ما عرفتش غلط. هو انت عرفني ايه اللي انت حصل؟ يعني عملت بالعيش والملح؟ ما عملتش بالعيش والملح. طب ايه اللي حصل يا صاحبي ده كله؟ فيه ايه؟ ابني تعبان بقاله 3 ايام، مش تيجي تشوفه يا حماده؟ ابنك تعبان بقاله 3 ايام. طب انت سالتني يا صاحبي قلت لي انت تعرف الاول ولا ما تعرفش؟ ما يمكن ما اعرفش. انت تعرف في ال3 ايام دول انا كان عندي ايه؟ بالله عليك يا محمد، ربنا يشفيه ويقوم بالف سلامه، بس بالله عليك يا صاحبي بلاش ندج ونقعد لبعض على الواحده عشان هنطلع خسرانين كتير. معلش ابنك يا عم التمس لي يا عم العذر، واعتبر ان انا ما كنتش اعرف، رغم ان انا قسما بالله ما كنت اعرف. لكن انا يا محمد بعدي لك كتير وبنسالك عشان انا باجي عليك، فيا ريت اشوفك يا صاحبي متمسك بيا وباجي عليا زي ما انا متمسك بيك وبكون باجي عليك. بس انا مش هعديها يا صاحبي. طب معلش يا محمد عديها عشان خاطر العيش والملح، احنا اخوات يا محمد، احنا اصحاب من زمان يا اخي. مش هعديها يا حماده. طب يا اخي غلاوه امي وامك عديها يا اسطى، معلش احنا مش عايزين نخسر بعض، هنكبر ونخيب. عديها يا صاحبي. لا مش معديها يا حماده. عديها يا محمد. لا محمد اسمع كلامي، يعني مش هتعدي؟ لا. ثانيه واحده يا محمد. يا سهام، هتلاقي عندك على الرف اللي فوق في الدولاب هتلاقي كراسه مكتوب عليها كراسه الصحاب، افتحي صفحه محمد وهاتيها. صفحة محمد؟ هو انا عليا ديون ولا ايه؟ يا صاحبي عليك ديون، مش كل الديون ماديات يا صاحبي، مش كل الديون فلوس، لا يا صاحبي. صلى على النبي يا عم محمد. يوم 24/2 انا ابني كان تعبان وانا كنت ورديه في الشغل مرمي في الصحراء بالليل. البلد كلها جريت مع ابني، شالوه جريوا بيه. انت كنت فين يا بالصحاب؟ انا ما كنتش هنا يا حماده. يعني ما كنتش هنا، ما كنتش موجود. اعديها ولا ما اعديهاش؟ عديها يا صاحبي. تعدي يا صاحبي؟ عديها. حاضر يا صاحبي هعديها لك يا صاحبي. يوم 24/1 اللي قبله يا عم محمد، انا ابويا كان تعبان وكان في غيبوبه وفضل محجوز مرمي في المستشفى 15 يوم. انا كنت ببات تحت اقسم بالله في الطل، الاسفلت كل جلد يا جدع. في ال 15 يوم ما شفتكش ساعه. انت كنت فين يا محمد؟ عديها يا حماده. اعديها يا محمد؟ طب عشان العيش والملح انا هعديها يا محمد. يوم 27/3 اللي قبله يا عم محمد، انا ابن اخويا كان عامل حوار مع ناس غريبه عن البلد، وكانوا كل يوم نازلين عايزين يعملوا معانا حوار. البلد كلها كانت في ظهري يا جدع. انت كنت فين يا محمد؟ ما شفتكش. كفايه يا حماده. ده لسه في كتير. عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف. هو لما تتزنقوا تقولوا عفى الله على ما سلف عما سلف، ولما نيجي احنا نتحايل عليكم تعدوا عشان العيش والملح ما بنصعبش عليكم؟ هو انت المفروض يا اسطى تديني مبرر فتخش عليا على طول وتصعب عليا؟ المفروض ان انا اقدرك لكن انت تقدرني؟ لا. المفروض ان انا اكبر لك لكن انت تكبر لي؟ لا. هو مش حق مكتسب بالصحاب. هتديني تقدير هدي امك تقدير، هتديني حنان يلا هدي ابوك حنان. اقسم بالله هتديني ثمره، هتديني حبايه، هديك شجره. يا اسطى بالله عليك احنا ما بنقولش لحد ادونا حاجه زياده، ما احنا ما بنقولكش يا عم ادينا حاجه، احنا مش بنديها لك، احنا بس بنقول يا رب الناس دي تعاملنا زي ما احنا بنعاملهم. احنا بنعدي لك يا عم، وعارفين ان انت بتبقى مقصر وبنقول الدنيا تمشي، فيوم انت ما تمسك علينا واحده هتذلنا قدامك يا ابو الصحاب. هو مش حق مكتسب. هتقدرنا هنقدرك، هتحترمنا هنحترمك، لكن بالله عليك ما تقعدش عليا وتستنى وتنفرد. وبالله عليك بلاش لما تمسك عليا واحده تذلني، عشان لو فتحنا الدفاتر القديمه قسما بالله هتطلع مديون انت واهلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.